يعني الهيئة والاتحاد السعودي لكرة القدم بالذات الاتحاد السعودي لكرة القدم هو المناط فيه المهمة هذه. المفروض كل ملاعب الأندية مهيئة لأي مباراة، يعني من قبل الموسم. هذا شيء بديهي، يعني خاصة المخارج وشدة الإنارة والأشياء هذه كلها. بالعكس أنا أشوف الأشياء هذه مهمة، لا في الرياض، لا أتكلم على مستوى الرياض ولا أتكلم على مستوى المملكة. أنا أتذكر عشان بصل نقطة جوهرية، نادي الأهلي لعب التعاون الأهلي قبل يمكن 2 أو 3 سنوات، أنا أتذكرها بالنادي الأهلي. ومباراة هبوط الاتفاق بعد كانت في الملعب ومباراة هبوط الاتفاق كانت بالنادي الأهلي. والاتحاد لعب على ملعبه. فانا اتكلم غريب يعني انه ما يرضى انه يلعب النصر على ملعبه. وهي مباراه ويمكن تنحل الازمه فيها. محمد الحين ورئاسه التعاون ويعني عارف عمل. تخيل مثلا يجي يقال لك والله ملعبك اللي مو بجاهز روح مدينه ثانيه ولا لا مو صحيح، بالعكس ما تتقبلها. اكيد ما تتقبلها، ما في شك ما تتقبلها. عشان انا مستغرب فعلا، مثل ما قالوا ليده في المويه ما بجاي ليده في بعض الناس يعني يعتبر والله لا ملعب الهلال كأنه خلاص ملك للهلال. يعني أنا متورط الهيئة وأنا آمر على العقود هذه. ما نقول والله الغي العقود، ولا أنت تتكلم عن أزمة الهيئة متورطة فيها. أنا ملزم بإحقاق العدل وأدفع. أنا الهيئة بدفع للشركة هذه، لشركة أدفع. أنا ما عندي مشكلة، لكن ما أقدر أجبر يا أستاذ عبد الله. هنا النقطة اللي أنا بوصلها لك. سلطان ما أقدر أجبر أحد أنه يأجر ملعبه بالعامية بالغصب. أخوي سلطان يا طويل العمر في أندية كانت المفروض تهبط وتعالجت مواضيع، ولاعبين صاروا ندور في نفس الغلط. قضية ورطة دي نقعد ندور في نفس الغلط. وش الضحية؟ يعني الهلال الحين وش بيخسر الهلال؟ أنا بسألك وش بيخسر الهلال؟ ملعبه فاضي ورايح المجمعة. أنا ما أدري وش بيخسر وش ما يخسر. لا أنا أسألك الحين أنا ما أدري وش يخسر. وش بيخسر نادي الهلال لما يعني يتقبل وضع زي هذا ويعالج خطأ الهيئة مو خطأ النصر. طيب خطأ الهيئة. لنفترض جدلا إنه الهلال بيوافق لمن؟ لنادي من؟ أنا أتكلم للهيئة. يا جماعة أنا ترى النصر ما له علاقة. على فكرة يمكن الهلال يوافق للشباب أنه يلعب على ملعب. ما يقول لك كم سنة الموضوع عدالة منافسة. تعرف ليش؟ عدالة منافسة. الهلال يبحث عن مصلحته في المنافسة، هو ما له دخل بهذه القضية. القضية قضية اتحاد كرة. أنا عشان كذا أسأل نفسي أحيانا صراحة يعني كيف الهلال أول سنة الهلال يستاجر ملعب ولا لا؟ صح. بدأ من نهاية الموسم أعتقد. وأول سنة يصير ملعبين، استاد الملك فهد الدولي واستاد الأمير فيصل بن فهد. ذنب من؟ ما أدري. أنا أسأل. أول مرة ما نرمي كلام كذا في بين سطوره يعني اتهامات خطيرة. أستغرب أنا أتساءل، من حقي أتساءل والجمهور يتساءل. أول مرة نادي سعودي يفكر يستاجر ملعب في نفس العام أو في نفس الموسم اللي ملعبين، ويدينهم بيان هيئة الرياضة، يدين العاملين فيه، ويصير تعرف إدانة واضحة في البيان. صحيح. ولجنة وتحقيق وظهر فيه إشكاليات. طب مجرد تساؤل. تكون مباشر عشان نفهم ويفهمون الناس. نعم. ممكن تكون مباشر في هذه النقطة عشان يفهمون الناس. أنا مباشر بالسؤال، الجواب عندك أنت وعند الإخوان. لا أنا ما عندي جواب. أنا أبغاك تسأل أنت السؤال بشكل مباشر ونترك الإجابة للناس. لا أنا أسأل بس علشان ما ترجع تقول أنت وبعض يعني الناس إنه والله هذا ملعب الهلال من حقه يوافق للشباب من حقه. لكن النصر ما له علاقة. هذه ورطة هيئة الرياضة. تبغى تخلي الهلال يلعب على راحته، والمنافس الأول اللي وضعه طيب ووضعه ممتاز ويعني تكتمل عنده كثير من مقومات استمرار المنافسة. النصر يعني عندك كثير من الأشياء اللي تجعلني أقول أنه بيحقق الدوري بنسبة يعني تفوق 50-60%. طيب أنت تقول الهلال استاجر الملعب، يعني أنا أقول من حق أي نادي يستأجر ملعب، من حق أي نادي يبني. أنا أتذكر الهلال كان عنده مشروع أي ملعب إلا هذا الملعب اللي بريان. شوف لا لحظة دقيقة، كان الهلال عنده مشروع بناء ملعب، يمكن تذكرون وقت سابق. صحيح. يعني كان عنده مشروع بناء ملعب، يعني فهذا الأمر هاجس. كان هاجس الهلاليين أنهم يعني يأخذون ملعب، بيكون عندهم ملعب للمباريات. كان يكون عندهم ملعب للمباريات والاستثمار. هذا اللي كان. بس لحظة.